السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهارده على صبار رباني وقرد مارس. زي ما احنا شايفين كده النوع ده عندنا من انواع اللي هي الصبارات. طبعا هو هنا الارتفاع او اللينس بتاعه ما شاء الله يعني اكتر من 2 متر. هنيجي نبص هنا، هو الشكل ده تحس ان هو يعني ايه، مضلع شوية او في اجزاء عندنا تكون موجودة فيه في المنتصف بالشكل زي ما احنا شايفين كده. طبعا النوع ده عندنا من الانواع اللي هي نادرة، وطبعا بتنمو بشكل رأس زي ما احنا شايفين كده. هنلاقي بيكون موجود عندنا فيها أشواك صغيرة، يعني صغيرة بالنسبة للحجم بتاع النبات يعني شوية، إنما الشوكة حوالي سنتي ونص ل2 سنتي. تمام. طبعا الشكل زي ما احنا شايفين كده. الجزء ده بيكون عديم الأشواك، أنا ماسكه أهو. الجزء ده كله عديم الأشواك. النوع ده عندي بيتحمل الحرارة، بيتحمل الرطوبة، بيتحمل عندي نقص مستوى المية. مناسب جدا سواء زراعته في مصر أو مع دول الخليج. هو النوع ده نادر، وطبعا عشان ما شاء الله اتربى بالشكل ده أخد وقت، طبعا سعره بيكون غالي. كل ما كان الحجم ما شاء الله عندي أكبر، كل ما كان طبعا السعر عندي بيكون أغلى. شكرا.